ظهر قدامي مؤخرا إن كايلي جينر إنها قدرت تعالج آلام ظهرها باستخدام الخلايا الجذعية، فقلت أعمل شوية بحث حوالين الموضوع ده. واشوف ايه اللي بيحصل لما تستخدم الخلايا الجذعيه. اللي طلع هوس للأغنياء. تعرف إن الحبل السري أغلى من الذهب؟ تعرف إن الحبل السري والمشيمة أحيانا بيتباعوا بمبالغ خرافية، وأحيانا كمان في السوق السوداء؟ السبب الرئيسي إن الحبل السري والمشيمة فيهم كمية كبيرة جدا من الخلايا الجذعية. طيب ليه الناس مهووسة بالخلايا الجذعية؟ ببساطة، الخلايا الجذعية هي أساس كل حاجة في جسمك. جسمك كل يوم بينتج حوالي 200 مليار خلية دم حمراء، وده بيحصل عن طريق الخلايا الجذعية اللي في النخاع العظمي. الميزة الكبيرة بقى إن الخلايا الجذعية مش متخصصة في وظيفة واحدة زي باقي خلايا الجسم. يعني إيه؟ يعني تقدر تتحول لأي نوع خلية جسمك محتاجها. الخلايا الجذعية شغالة إزاي؟ عندها حاجتين مهمين جدا. واحد، التجدد الذاتي، يعني تقدر تنسح نفسها وتتكاثر بكفاءة عالية. اتنين، التحول differentiation، يعني تقدر تتحول لأي خلية تانية، جلد، عصب، دم، أي حاجة. فكر فيها زي مكعبات الليجو، تقدر تبني بيها باب، حيطة، سقف، أي حاجة. ليه جسمنا محتاج المرونة دي؟ لأن الخلايا الجذعية هي اللي بنت الإنسان كله من بويضة مخصبة واحدة بس، وبعد الولادة بتستخبى في أماكن معينة زي النخاع العظمي وتحت الجلد، علشان لو حصل جرح أو إصابة تتحول لخلايا جلد وتصلح المكان. طيب ليه الناس بتطارد الخلايا الجذعية كده؟ لأن عندها قدرة علاجية العلاجات التقليدية مش دايما تقدر توصل لها. الفكرة إنك تستبدل خلية بايظة بخلية جديدة شغالة. يعني مثلا مشاكل العين، العصي والمخاريط، خلايا الأعصاب، خلايا إنتاج الأنسولين، السكر. نظريا الخلايا الجذعية ممكن تعيد الوظيفة اللي ضاعت، وده يخلي أي شخص عنده فلوس يفكر فيها كحل علاجي. بس هنا بقى يدخل الجزء المظلم. في ناس معاها فلوس زيادة عن اللزوم وبيشوفوا الخلايا الجذعية كأنها ينبوع الشباب. دراسات على الحيوانات بتقول إنها ممكن تحسن وظائف الخلايا، لكن مفيش دليل علمي على البشر إنها ترجع العمر أو الشباب بالكامل. وهنا الكذبة بتسبق العلم. المشكلة إن العلاج غير المثبت خطر. العلاج بالخلايا الجذعية لو اتعمل بطريقة غير علمية ممكن يسبب كوارث، أورام، عدوى خطيرة، فشل أعضاء، فقدان نظر، جهاز المناعة يهاجم الخلايا. ليه؟ لأن الخلايا الجذعية بتتكاثر بسرعة، وممكن بدل ما تصلح تكون ورم. وفي مشكلة كمان، لو الخلايا مش من جسمك المناعة ترفضها. وفي حالات حقيقية، ستات فقدوا نظرهم، وفيات بسبب فشل أعضاء، السوق السوداء والعيادات النصابة. في سوق كامل بيبيع منتجات مكتوب عليها خلايا جذعية وهي كذب. عيادات في الخارج استغلت يأس المرضى بعلاجات غير مثبتة. في نيويورك مثلا عيادة غرمت 5 مليون دولار علشان كانت بتبيع أمل وهمي. وأحيانا ما بيستخدموش خلايا جذعية أصلا، بيستخدموا مواد تانية ملهاش علاقة. طيب هل في استخدامات حقيقية فعلا؟ وفي استخدامات مثبتة علميا لكن تحت رقابة وتنظيم صارم، زي زراعة النخاع العظمي لعلاج اللوكيميا بعد الكيماوي اللي بيدمر الخلايا السليمة مع السرطانية، بناء جلد لضحايا الحروق في مختبرات خارجية، زراعة القرنية لمشاكل النظر. وفي أبحاث حاليا العمود الفقري، الشلل، لكن لسه تحت الدراسة. طب والتجميل وكريمات الخلايا الجذعية؟ خلينا نكون واضحين، 90% كذب ومش مبني على دراسات حقيقية. ليه الحبل السري مستهدف دايما؟ لأنه غني جدا بالخلايا الجذعية، والطفل بعد الولادة مش بيحتاجه، فبيكون هدف للسوق السوداء، لعيادات تجميل، لمليارديرات بيدوروا على الشباب الأبدي. وده بيخلي المخاطر تزيد لأنه غير منظم. الخلاصة، الخلايا الجذعية بتمتلك قدرات علاجية حقيقية، لكن مش معجزة، ولا هي شباب أبدي، ولا أي علاج يصدق. وأي حاجة خارج التنظيم مخاطرها كبيرة.